نايمة جنب جوزها على السرير. قامت من جنب جوزها في نص الليل ودخلت لعشيقها في الأوضة التانية. تعالوا نسمع تفاصيل الواقعة دي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيانة وعشق ما بين الزوجة وبين جارها. جارها سهل أوي إنه يدخل عندها في أي وقت. أول ما جوزها بينزل ويروح شغله بيدخل لها وتقفل على العيال الأوضة ويدخل ويمارس معاه الحرام والعياذ بالله. ولكن في اليوم ده مزاجهم هما الاتنين شعشع إن هي تجيبه وجوزها موجود في الشقة، جاي تعبان الراجل من شغله ودخل ينام. قال لها ازاي ده الراجل موجود في الشقة؟ قالت له ما تقلقش يا عم، انت خايف ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانا هضر نفسي ولا هضرك؟ ده نايم وتعبان وجاي ولا حتى هيتقلب وهو نايم على السرير. ولكن يشاء السميع العليم ان الزوج يقلق وهو نايم بيحط ايده على السرير ملقاش مراته جنبه. غفل شوية قال يمكن تكون راحت الحمام وراجعة شوية، بيحط ايده برضه ملقاش مراته جنبه. امال هي راحت فين؟ قام يلف في الشقة بيدور عليها، سمع صوتها في الأوضة اللي جنب أوضة النوم اللي هو نايم فيها. سمع صوتها هي ومعاها راجل داخل الأوضة. فتح الأوضة دخل لقى مراته والعياذ بالله، ربنا ما يكتبها على حد، مع عشيقها اللي هو جاره مع على السرير. هما الاتنين في وضع مخل والاتنين عريانين تماما. الزوج دخل طبعا فجأة بالمنظر ده. لو كان دخل بسكينة ولكن ما كانش معاه السكينة، دخل على العشيق بيمسك فيه بيتخانق معاه، التاني راح ماسك فيه وبيضربه. بص البجاحة، الاتنين بيضربوا ببعض بيزعقوا والصوت عالي والناس سمعت والجيران سمعت، خدت بعضها وراحت لابسه اي حاجه وراحت داخله على البلكونه وراحت نطه من البلكونه من الدور التاني. وقعت طبعا كسور وكدمات. ما هي واحده ست وبعدين دور تاني، يعني ممكن يكون دور عالي، محدش يقول ده مش عالي قوي، لا دور عالي شويه. جت تنزل وتنط، وقعت طبعا، ممكن تكون وقعت على دماغها، كسور طبعا وكدمات. صوتت، الناس اتلموا والناس طبعا سامعين الزعيق والصوات فوق، بقت ناس بتجري على فوق وناس حواليها لموا طبعا، اتصلوا بالاجهزه الامنيه وبالمستشفى، وجت عربيه الاسعاف وخدتها على المستشفى، وجت الاجهزه الامنيه تطلع تشوف الواقعه اللي بيحصل. طبعا الجيران فهموا الوضع كله. هنا الزوج قال ان انا قايم من النوم دخلت لقيتها مع عشيقها، هما الاتنين مع بعضهم واحنا الاتنين بنمسك في بعض. هي جريت على البلكونة. هنا الزوجة قبل ما تموت قالت ببقها للأجهزة الأمنية إنه هو اللي زقني، جوزي اللي زقني ورماني من البلكونة. شوف، بتشهد شهادة زور قبل ما تموت وهي على فراش الموت بين إيد ربنا، وبتشهد زور يعني والعياذ بالله زانية، وفي نفس الوقت بتتهم جوزها وهي بتموت إنه هو اللي رماها. هنا طبعا تم القبض على الزوج وعلى العشيق، وبأقوال الزوجة إن الزوج رمى مراته من البلكونة. مين اللي هيبرئه هنا ومين اللي هيقول لا ان هي ما رمتوش؟ تخيلوا مين؟ العشيق قال لا احنا كنا ماسكين في بعض وكان بيزعق لي وكان بيضرب فيا وانا بضرب فيه، كنا احنا الاتنين بنتخانق. هي جريت على البلكونه وولادها كمان قالوا لا ده هي اللي جريت على البلكونه ورمت نفسها. يعني هو الراجل ما جاش جنبها. طبعا هنا الزوج خرج براءة من الواقعة المؤسفة ديت وتم القبض على العشيق. ودي آخرة الحرام والعياذ بالله. يعني الراجل إذا كان بيتعب وبيشقى وجاي تعبان وأنت بتقولي هينام ومش حاسس بنفسه من كتر التعب، يعني بتعترفي إن جوزك طول النهار يلف وراجع ونايم تعبان، وانت بتخونيه مع جارك، مع جاركم انتوا الاتنين.
لا اله الا الله، الا زنا الجار بالذات، والزنا كله حرام، وزنا الجار ده مضاعف والعياذ بالله. انت تدخل عند جارتك علشان خاطر تمارس معاها وجوزها نايم، انت ترضاها ان هو يدخل شقتك ويعمل كده مع مراتك؟ الزوجة عندها 23 سنة وجوزها في التلاتينات، يعني مش هنقول ان هو راجل كبير، مش هنقول ان هو مسافر ومش مديني حقوقي، لا ده صغير في التلاتينات، وهي بسم الله ما شاء الله شايفة نفسها وصغيرة وحلوة و23 سنة وأمورة، عملت علاقة مع جارها وعلاقة حب ورومانسية وعلاقة حرام، لكن ربنا سبحانه وتعالى اداهم نصيبهم هما الاتنين من الستر. ولما ربنا لقاها ان هي وعاشقها هما الاتنين محدش فيهم في يوم من الايام استحى من ربنا وتاب ووقف عن الحرام ده، هنا ربنا عز وجل كشف سترهم، وإلا كشف الستر والعياذ بالله. لما ربنا بيلاقي الإنسان مصر على المعصية وإنه هو ما بيتوبش، ربنا بيديله الأول كذا إنذار. يعني ممكن عيل من عيالها يعيا، يجيله مرض، ممكن يجيلها أي مصيبة تانية بحيث إن هي تفكر وتقول أنا بعمل الحرام وكفاية كده، لكن ربنا بيلاقيها برضو مصرة على ارتكاب المعصية، ودي مش معصية سهلة، دي كبيرة من الكبائر، إلا الزنا والعياذ بالله، وإلا زنا الجار. هل الجار ده يرضى إن هو يدخل عنده ويعمل معاه اللي هو شافه ده؟ وبعدين أمك وأبوك اللي ربوكي هيودوا وشهم فين من الناس؟ ولادك بعد ما يكبروا ويعرفوا إن أمهم ماتت بسبب إن هي كانت على علاقة بجارها، وأبوهم دخل عليهم لقاهم هما الاتنين كده والعياذ بالله، ماتت على سوء خاتمة، ماتت بذنبين، ذنب الزنا والذنب التاني الشهادة الزور، إن هي عايزة توقع جوزها في الجريمة ديت، إن هو اللي رماها وإن هو اللي قتلها. لله الأمر من قبل ومن بعد. آدي آخرة الخيانة اللي بتكون دايما آخرتها أطران والعياذ بالله. أشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.